السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة بقى من عند حبيبة قلبي وروحي وبنتي مرات ابني ياسمينة ام مراد. هتعمل لنا ايه بقى على الفطار النهاردة يا حبايبي؟ بتعمل لنا كوسة بالبشاميل اللي باكلها منها بتبقى تحفة بصراحة. احنا ما بنخلص عليها كل ما بنيجي عندها نفطر او تعمل لنا عزومة جميلة زي كده بنخلص على ال ايه الكوسه البشاميل. دلوقتي هي حطت ايه، عملت البشاميل وحطت شويه في البايركس، الصينيه الصغيره الجميله دي، وحطت طبقه بشاميل فيها، وبعد كده بتحط بقى رق كوسه. الكوسه ديت يا حبايبي شوحتها بحبه سمنه وفلفل اسود وملح بس، وما شاء الله طلع جميله جدا. اهي هتعملها في صينيتين اهي. وهنا العصاج طبعا اللحمة عملتها ايه، بصلة مع قرن فلفل جميلة ونزلت فيها اللحمة. الله اكبر، جميلة قوي ما شاء الله. جميلة قوي يعني بصراحة. اللهم صل على النبي. وعملت لنا كمان كنافة اهي، شايفين الكنافة بتاعتها؟ الله جميلة. كنافة بقى طازة كده وهناكلها وهي يعني، بص انا صايمة بس شكلي كده يعني استغفر الله العظيم اللهم اني صايمة يعني. بتجري ريقي مرات ابني، ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. شوفي كده يا ياسمين الصينية اللي في الفرن احسن ننساها. بتعمل كمان كنافة تانية في الفرن. الله اكبر. طيب هي كده احنا وريناكم بتترص ازاي. احنا طبعا رق ورق، هتحط بقى رق العصاج دوت، وبعدين بقى رق بشاميل، وبعدين رق كوسه، وهنرجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما ترصها عشان ما نطولش الفيديو عليكم. سلام حبايبي. ده البشاميل اهو، اهو البشاميل اهو قبل ما شاء الله شايفين السمك بتاعه جميل جميل جميل. الله اكبر. بصوا حط رق ورق اهو حبايبي. بعد ما كنت هقفل الفيديو قلت لا لازم اوريكم اللقطه الجميله دي عشان ما احرمكوش من التاتش. بتتكلمي كده يا ياسمين اهي، انت مكتوبه ولا ايه؟ ده انت كان عندك قناه. ده انت كان عندك قناه يا حبيبتي، ما عندكيش وقت بقى. بصي هصور انا مكانك يا ياسمينه. ياسمين دي كانت عامله قناه جميله جدا بس طبعا بقى ما كملتش فيها. والله اكبر برضو كانت بتعمل حاجات جميله قوي. الله اكبر يعني. ومش عارفه انا خايفه كمان انا كمان ما كملش يعني. شكلنا كده بنعمل قنوات وبعد كده بنسيبها ما بنكملش فيها. ربنا المستعان يعني، كله باذن الله. كده بنحط رق اهوت عصاج فوق البشاميل. بسم الله ما شاء الله. وريتكم كل حاجه اهي بالطبيعه اهو. بسم الله ما شاء الله. والله انا بقلب بصراحه في التصوير عندي، لان انا ما بلاقيش اللي يصور لي. فمبقاش عارفه بقى يعني حاجات كتيره بعد ما بعملها بصورها بعد ما بعملها، لان ما ببقى نفسي ان انا حد يصور لي يعني يمسك لي كده ويصور لي. فمعلش بقى لحد ما اجيب حامل ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونجيب حامل. اطلع لسه شويه يعني همسه تاني يعني الكنافه التانيه. يلا حبايبي ارجع لكم بقى اوريكم الطريقه اهي. بسم الله ما شاء الله. رق رق، وهنوريها لكم بقى ان شاء الله بعد ما تستوي. يلا اشوفكم على خير بعد ما تستوي ان شاء الله.